83 نرجع للمسرح قد ما شكلت فرقة مسرح اليوم. تحدث لنا عن أعمال هاي الفرقة. الحقيقة هي الفرقة شكلت 1983، يعني بنهاية مسرحية مدرسة المشاغبين تم الانفصال عن فرقة مسرح بغداد وشكلت فرقة مسرح اليوم، اللي قدمت أول عمل كان مسرحية الشماعية اللي كان من تأليف وإخراج حسام زورو. الشماعية من المسرحيات اللي الموضوع مالتها تحدث عن 4-5 شخصيات، كل شخصية كانت مريضة من شيء معين، وكانت حتى المرض مالتها من الأشياء اللي نعيشها احنا في الجالية مالتنا هنا. حطوه على قد هواك وعلى الفستان وعلى الإخلاعي، لا ما اخلعش حبيبتي الإخلاعي، لا ما اخلعش والحقيقة خلاص معاه، حطوه على قد هواك الحقيقة خلاص معاه، حطوه على قد هواك. ايش تسوي؟ تمام يا فندم. ايش تسوي؟ تمام يا فندم. شقوا بيدك. ده تمام يا فندم. لك ايش تسوي؟ تمام يا فندم. شو ايش واقف هنا؟ تمام يا فندم. شنو انت ما تعرف بس تمام يا فندم؟ تمام يا فندم. لك انت شنو مصري؟ شنو امال ياباني؟ انت من جماعة حسني؟ مصري ها؟ انت موقعت وياهم؟ ما توديناش في داهية، ما توديناش في داهية، بكره يرجعوا اصحاب ونروح في داهية لو انت. من الأعمال اللي قدمتها أيضا فرقة مسرح اليوم، الأعمال الناجحة مسرحية الفلوس تجيب العروس، وكانت هاي المسرحية أخذت رقم قياسي أن في ذلك الوقت أن تنعرض 3 أيام وكانت القاعة مخبطة. فيا حسام، ما سر نجاح هذه المسرحية؟ مسرحية الفلوس تجيب العروس الموضوع مالتها كان يحكي عن البذخ والإسراف في حفلات الزواج اللي تقيمها جاليتنا. الحقيقة حفلات الزواج مالتنا تكلف هواية، يعني العرس اليوم إذا واحد يريد يتزوج إذا يبدأ يحسب النص صفر وينتهي كل المصاريف ايش قد راح أنا متأكد المبلغ اللي يصرفه بإمكانه أن يدفعه مقدمة للستور أو يفتح بزنس هناك. فبما أنه الجالية مالتنا كانت تعيش هاي الأحداث، وبما أنه الجالية مالتنا كانت مطلوبة هالأشياء من عندها، سواء تودي ظرف هناك أو سواء من تزوج ابنها وبتها، فكانوا يعرفون أنه هذا هواية تو ماتش مثل ما نقول هناك، فكانوا متعاطفين ويا المسرحية بشكل فظيع لأنه كانت تتحدث عن لسانهم ما كانوا يقدرون هم يقولوه، فقالت فرقة مسرح اليوم أو قال حسام زورو والممثلين اللي موجودين ويانا هنا. لذلك هذا السبب مالتها، يعني أشياء تاتش الهارد قلبهم، يعني نقدر نقولها. من كانت تطلع بعض المشاهد مرات يقول لك اي والله لا عاب حلقك على هذا الكلام. قلت لك اتذكر في اليوم من الايام انه كنت ادز الشريط مال العرس الى بغداد، كانوا يصورون مسلسل داينستي او فد شيء كبير هناك، اللي يشوفون الضخامه اللي موجوده به او اللي صرف البذخ الاسراف. وكانت ايضا تتناول موضوع ثاني هو موضوع الاقمار والمقامر اللي قاموا، لذلك كانوا متعاطفين الجاليه ويا المسرحيه يعني. شنو رأيك انه من يعني تدخيل الأغنية في المسرحية؟
إذا كانت من ضمن الموضوع يعني من ضمن الحياة اليومية اللي يعيشوها الزوجين لا بأس بها، خاصة إذا كانت لا تحتاج على حكمي. يعني فعلا كانت بمكانها، لأنه هو سوى شيء إنه كان في قناعته إنه هذا هو الصح، ولا هو اللي سواه غلط طبعا، بس هو في قناعته إنه الصح هو هاي الإنسان إنه عذبته ومرمرته، فحب أن يكافئها أن يكافئها، فغنى لا تحتاج على حكمي لا تحتاج يا جاهل. أخ حسام، ماذا تعني هذه الكلمات لحسام زورة وباختصار؟ التمثيل وباختصار مثل ما قلت هيك. التمثيل هو مثل ما الطفل يستقبل العيد بالنسبة له، شلون الطفل ينتظر انه العيد باكر راح يكون، بالنسبة لي هذا اعتبره تمثيل. من يكون عندي مسرحية او من يكون عندي حلقة من حياتي او غيرها اريد اسويها. الإخراج أغنية جميلة كاملة بها الكلمات واللحن والأداء في هذيك الأغنية. كتابة غذاء الروح أعتبرها. غذاء الروح. طبعا أخ حسام، الثقافة هي حصانة أعتقد الفنان. هل لديك الوقت للقراءة؟ بالليل نعم. وهل خلينا نقول الشعر إلى مكان في ذاكرة حسام؟ نعم، الشعر كان ماخذ من عندي سنوات عمري كلها فاتت مثل ما يقولون. الشعر حالة موجودة في حسام زورة ما يقدر يستغني عنها نهائيا. في برنامج اللي نقدمه جولة فنية اللي يقدمه تلفزيون الشبكة المتحدة أشرنا إلى لم الشمل، شمل فرقة مسرح اليوم، وذكرنا أنه بعد الانفصال الفني لزمن بسيط رجعوا أعضاء الفرقة يشتغلون من جديد في عمل جديد، فنرجو أن تعطي المشاهد فكرة أوضح. الحقيقة كان أكو بعض الاختلاف في وجهات النظر في فرقة مسرح اليوم بيننا احنا. هذا الاختلاف بعد مرور سنة أو سنة ونص أو سنتين قدرنا نوصل إلى نتيجة ونزيل كل الخلافات اللي موجودة واللي اعتبرها خلافات فنية هي أكثر مما خلافات أخرى، لأنه حتى من كان موجود الخلاف كانت العلاقات الصداقة الحميمة كانت موجودة بينه وبين الفرقة، يعني كنا نطلع سوا ونروح سوا ونجي سوية. فبالأخير استطعنا أن نوصل إلى نتيجة معينة ونزيل كل هاي الخلافات بناء على طلبات الناس والأصدقاء اللي يحبون فرقة مسرح اليوم، وبناء على العلاقات اللي موجودة إحنا والفرقة. فهسه أنا الحمد لله والشكر أقدر أقول سعيد وفرح جدا أنه إحنا تم شملنا وعادت المياه إلى مجاريها مرة أخرى في فرقة مسرح اليوم، وأين الحسود بها عود مثل ما يقولون. وإحنا أيضا فرحانين بهذا اللقاء، وطبعا نتمنى للفرقة كل النجاح الدائم. وأخ حسام نتمنى نحكي أكثر بس الوقت أدركنا، ونشكرك أخ حسام على حضورك لاستوديوهات تلفزيون الشبكة المتحدة وحضورك هذا اللقاء، فألف شكر. شكرا جزيلا أستاذ خالد، ومرة ثانية أستغل هذا الفرصة وأقدم شكري وامتناني واعتزازي بكل العاملين في تلفزيون الشبكة المتحدة، وشكرا جزيلا. شكرا. عزيزي المشاهد، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء مع الفنان المبدع حسام زورو، وإلى لقاءات فنية قادمة وتصبحون على خير.